السلام عليكم، صحفتولكم حبيباتي. حبيت خبر صيامكم. هاني جيتكم وجبت لكم فيديو جديد كيما كل يوم وكيما وعرفتكم. على بالي بزاف اللي راهم غيبت لهم خلاص لهم طبخات وخلاص لهم الافكار خلاص لهم الشغف وتعبوا ودخلوا في مرحلة كعبر ومدلعوة. بان جبت لكم هاد الوصفة اقتصادية سريعة وسهلة وبزاف بنينة. هيا جيبي وش عندك الدجاج، سواء صدر دجاج ولا ال- اللي عندك اللي متوفى. حطيه مع البصلة والثوم وشوية معدنوس ودبشة وتوابل، حطيهم يتقلاو ومن بعد مرقيهم بالماء. وجيبي حبة بطاطا قشريها وقصيها دوائر، من بعد أقليها. هاد الوصفة بزاف سهلة وسلك الحاصلين وبزاف بنينة. تفكرني في يامات زمان أمي كانت وما زالت ديرها أنا وتجي بنينة. الوغ بعد ما تمرطيها تطلقي فيها الجلبانة. أنا كانت عندي كمية صغيرة وانتي إذا عندك كمية أكبر ديري أكبر باش تتحصلي على طبقة سميكة من الجلبانة. هنا بعد ما طاب الدجاج حكمت فتتو، نحيت العظام هذوك وجبت المرق بتجيه. هذاك الدجاج وش راح ندير له؟ رايحة نصفي هذيك الجلبانة كامل، نحيها نحطها مع الدجاج هذاك ونزيد شوية تاع المرق. يعني بلا ما تصفيها من قبل من البصلة كامل، رايحة ديريها كوم كغاتا يجي هايل بزاف. نزيد لها هنايا دبشة مقصوصة والبيض حسب الكمية اللي عندك. أنا هنا درت 3 بيضات باش تجيني مشمخة وتجي بنينة بالبزاف. هاد الكغاتا متحسيش بها بلي ناشفة. خلطتها وجبت مون دهنته بالزبدة ونستف هذيك البطاطا. ندير طبقة أولى من البطاطا، تحبي ديري 2 طبقات كيف ما حبيتي. هذه ترجع ليك يعني السمك تاع الطبقات يرجع ليك نتيا. أنا درتهم رقاق، يعني البطاطا جات طبقة واحدة والجبنة كانت شوية جاتني رقيقة، وزدت طبقة واحدة أخرى من البطاطا. كي نحط هذاك الخليط نخلي شوية منه باش من بعد نعاود نفرغه فوق هذيك البطاطا اللي حطيتها من فوق. وانا جاتني حساب قولي كنت حسبت لها من قبل. الو نحط هذيك لاصوص هذيك اللي قعدت لي نزيد نفرغها من فوقها وندخلها للفور الطيب. هي طيب تقدري تي بعدا من المرق هذاك اللي قلت لك زيدي تشمخيها به ولا تخليها طيب هكذاك بر. من بعد شوفوا كملوا لا فيديو حتى للاخير الحين تشوفوا نتيجه حاجات بزاف هايله. وكم مولحه قلت ندير شويه بيتزا، بصح نبدل شويه. هذا ماشي هذه تبان لي ماهيش بيتزا، هذه خبز البيتزا باسكو تجي خشينه وتجي ماشي كيما في البيتزا. حكمت هذوك كويرات تاع العجينه. يعني هذه العجينة راكم كامل تعرفوها تاع البيتزا. كاس تاع درت كاس برك تاع فرينة وملعقة ونص تاع زيت وشوية خميرة وشوية سكر والملح، ولميتهم بالماء دافي. تقدري تلميهم بالحليب الدافي كيف ما حبيتي. تشكل عندك عجينة تخليها ترتاح. من بعد درتها كويرات نفخوا شوية وليت هبطتهم بالكاس ودرت لاصوص طماط في الوسط وطليتها هكا في الحواشي باش تتحمر وما يجيوش الحواشي هذوك بايض وناشفين. ودرت الزيتون وندير شوية تاع الفخوماج والزيتون الأسود اللي عندك الطو، عندك الدجاج، عندك اللحم، عندك وش حبيتي زيدي حطي سيداتي وحطيها في الفرن وطيبيها. وشوفوا كان يدي هنا نطيب في الكسرة ونطيب في البيتزا وجبت القراطة ودرت حالة. يعني في آخر لحظة دخلت في الكوزينة خرجت طاولة إفطار سريعة والأهم تكون بنينة. فهاد القراطة تقدري تزيدي الفرامج تزيدي وش حبيتي. أنا حبيتها هكذا بسيطة سامبل وتفكرني في أيامات زمان. والتقديم يكون كيف ما حبيتي ثاني. توقفيهم بهذه الطريقة، تدوريهم تخليهم في المول تاع القراطة. ليسونسيال تقدميهم بالطريقة اللي حبيتيها. شاركتكم بعض الأفكار هكذا باش تديو شوية حماس، شوية تحفيزات. راهم بزاف اللي يملو كرههم الكوزينة والطياب كل يوم ولازم كل يوم تفكري وهذا يشتي هذه وهذا ما يشتيش هذه. وظليها كامل نتيا في الكوزينة بعينك وربي يقدر كل وحدة راهي تطيب وتعد الطعام لإفطار الصائمين. ربي يجعلها في ميزان حسناتنا ونحتسب الأجر تاعنا
عند ربي يتقبل منا. شوفوا هذاك القراطة جا مشمخ وبنين، ما نحكيلكمش مع القارص. يجي بنتو روعة، اللي ما جربوش ننصحهم يجربوه مع القري. يعني رانا كامل جزائريين نعرفوا هاد البلا، يعني غني يعني التعريف. حبيت نفكركم فيه، قالك الجديد حبوا القديم لا تفرط فيه. وهذه طاولة إفطارنا البسيطة جدا. يعني نخليكم مع هذا المقتطفات الأخيرة، ونقولكم ما تنسوش ديروا لي لايك. إلى الملتقى في فيديو آخر، إن شاء الله الفيديوهات القادمين يكونوا أحلى وأروع من هذا. انتظروني نبدأ في حلويات العيد بإذن الله بقدرنا، ونعطيكم شوية مشتريات، وهكذا نشارككم كل شيء بإذن الله. صحة سحركم حبيباتي، وسلام.